اكلتنا النهارده بسيطه وكده وسريعه زي ما انتم شايفين كده، واكله جميله كل يوم عايزه اكلها. اكله السمك دي تحفه يا جماعه. بصوا هنا معايا السمك كده البلاميطه، ومعايا طبق السلطه الحلو بقى زي ما انتم شايفين بطريقه حلوه كده، وحبه الرز بالبصل. طبعا اكلتنا سهله وما فيهاش افتكاسات ولا اي حاجه، طريقه جميله وسهله وبسيطه. شايفين الحلقات الطماطم، حلقات الفلفل الالوان، الفلفل الكوبي، وتبقى جميله. هنا بقى السمك غسلته غسله حلوه قوي، ونقعته بقى في الليمون بقى كده والملح، وصفيت تصفيه حلوه، وحطيت رشيت عليه الملح كده عشان ايه يشرب الملح بتاعه. هنا معايا بقى الدقه الجباره الجميله ديت، طبعا توم مفروم على فلفل حار على بهار سمك على الليمون على الكمون على شويه فلفل اسمر عشان الزفاره، شويه كزبره ناشفه. احلى تتبيله للسمك لاي نوع سمك، وطبعا انت زي ما تحبي اي نوع سمك هتجيبيه. التتبيله شربته كده، التتبيله بتاعتنا كلها كده، وتسيبيه بقى لمده قد ايه، يعني ممكن لو سبتيه نص ساعه حتى مش مشكله، عشان يديني ايه طعم جميل في الاخر، ويشرب الدقه الجميله الحلوه اللي احنا حاطينها دي. كلام جميل كده، كلام جميل يا ماما ليلى. هنا بقى حطيت بدرت السمك طبعا في الدقيق، وحطيته في الطاسه زي ما انتم شايفين كده، وطريقه سهله والبسيطه اللي بنعمله بيها، بس الاكله بتطلع تحفه في الاخر يا جماعه. وانا بشيل الراس خالص بتاعه السمك، لان هي الراس ما فيهاش لحم وملاش لازمه بصراحه. هنا بقى بصوا كنت عملت الرز بالبصل جميل، وعملت طبق السلطه بتاعنا دوت، حلقات طماطم على حلقات فلفل الوان على فلفل رومي على فلفل كوبي، كل ده، وعملت له الدقه الحلوه بتاعته ورشيته فوق الوش كده. ايه رايكم في الكلام